السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في درس جديد من كورس الكلمات، ولسه مستمرين مع بعض في ليفل B2 المستوى الرابع B2. لو أنت مهتم بدراسة الإنجليش فوكابلري في مستويات متقدمة Advanced Levels، لو أنت مهتم بدراسة الآيلتس أو التوفل، يبقى لازم تتابع الكورس ده. إن شاء الله النهاردة بنتعرف على مجموعة من الكلمات. زي ما تعودنا بنتعلم النطق الصحيح للكلمة، بناخد definition تعريف للكلمة دي، وكمان examples أمثلة بتوضح لنا إزاي نستخدم الكلمة دي في جملة. يلا بينا. أول كلمة معانا وهي bench. bench معناها مقعد طويل. A long seat for two or more people, usually made of wood or metal. مقعد طويل لشخصين أو أكثر، عادة ما يصنع من الخشب أو المعدن. زي ما شايفين كده في الصورة اللي قدامنا ده bench. At 1 p.m. Paul was sitting on a bench and waiting for Julia. At 1 p.m. Paul was sitting on a bench and waiting for Julia. في تمام الواحدة كان بول يجلس على مقعد وينتظر جوليا. تاني كلمة معانا وهي cabinet. cabinet يعني تشكيل وزاري أو خزانة، والمعنى اللي معانا هنا هو خزانة. A cupboard with shelves or drawers to store or show things in. خزانة بأرفف أو أدراج لتخزين أو عرض الأشياء، ده معنى كابينت. ودايما بنشوف الكابينت دي في الباثروم، واسمها كمان ميديسين كابينت أو باثروم كابينت. مكانها فين؟ مكانها في الحمام. طبعا بيوضع فيها الأدوية، أدوات النظافة في الحمام. بص معايا كده للإكزامبل ده. By the way, I found your watch in the bathroom cabinet, so you don't have to worry about it. By the way, I found your watch in the bathroom cabinet, so you don't have to worry about it. على أي حال، وجدت ساعتك في خزانة الحمام، لذلك لا داعي للقلق بشأنها. تالت كلمة معانا وهي dairy. dairy يعني ألبان أو منتجات الحليب، ولازم تفرق ما بين كلمة dairy وكلمة dairy، لأن الكلمتين متشابهتين جدا جدا في السبيلنج، وبيسببوا لخبطة كبيرة جدا. لو ما ركزتش وانت بتقرأ الكلمة بتغلط فيها. يعني ايه dairy؟ يعني relating to milk or products made using milk. يعني دي أشياء متعلقة بالحليب أو المنتجات المصنوعة من الحليب. Dairy products are excellent for your health. Dairy products are excellent for your health. منتجات الألبان ممتازة لصحتك. نيجي بعد كده لرابع كلمة وهي bend. bend هنا بتيجي مع البادي، جسم الإنسان. كمان بتيجي بمعنى curve، ينحني. كمان بتيجي كاسم بمعنى curved part. عايزين نتعرف على كل معنى بالتفصيل من المعاني الثلاثة دي. نيجي الأول لبند مع البادي بتاع الإنسان. To move your body or part of your body so that it is not straight. إنك تحرك جسمك أو جزء من جسمك بحيث لا يكون مستقيم. شكل الجسم غير مستقيم، يبقى منحني. لما أقول bend your knees when lifting heavy objects. bend your knees when lifting heavy objects. اثني ركبتيك عند رفع الأشياء الثقيلة. ودي من النصائح المهمة اللي احنا لازم نعملها لما نرفع حاجة تقيلة. ما ينفعش نشيل حاجة واحنا شكل الركبة مستقيم. المينينج التاني بمعنى curve وهو to curve. معناها to curve يعني ينحني. The trees were bending in the wind. The trees were bending in the wind. كانت الأشجار تنحني بفعل الرياح، بسبب الرياح. bend معناها التالت curved part. ده هنا بقى الاسم
bend هنا noun اسم، ده الايه؟ ده الكيرفد بارت نفسه، الجزء المنحني. a curved part of something، جزء منحني من شيء ما. there is a bend in the pipe so you can't see from one end to the other. there is a bend in the pipe so you can't see from one end to the other. يوجد انحناء في الأنبوب بحيث لا يمكنك الرؤية من طرف إلى الطرف الآخر. لو في قدامك أنبوب، ماسورة زي ما بنسميها، وفيها انحناء، لو بصيت من ناحية ما تقدرش تشوف الايه؟ الناحية التانية. ليه؟ علشان هنا في بند، في انحناء. خامس كلمة وهي كيبل. كيبل معناها سلك، وكمان بنسميه كابل. a set of wires covered by plastic that carries electricity, telephone signals, etc. مجموعة من الأسلاك مغطاة بالبلاستيك تحمل الكهرباء وإشارات الهاتف إلى آخره. ده معنى cable. A mouse had eaten the cable so that there was no contact anymore. A mouse had eaten the cable so that there was no contact anymore. أكل الفأر السلك بحيث لم يعد هناك اتصال. فإن الفأر أكل الكيبل الكابل فالاتصال اتقطع. نيجي لسادس كلمة وهي الدامب. دامب معناها رطب أو مبلل. رطب أو مبلل، ده معنى دامب. دي عبارة عن adjective، عن صفة معناها slightly wet especially in a way that is not pleasant or comfortable. رطب قليلا، خاصة بطريقة غير ممتعة أو مريحة. حاجة رطبة بشكل غير مريح. The grass is still damp. The grass is still damp. لا يزال العشب رطبا. لا يزال العشب رطبا. كده النهاردة اتعلمنا مجموعة من الكلمات، ازاي ننطق الكلمة بشكل سليم، التعريف بتاع كل كلمة، وده ما شفنا مع بعض ان في كلمة لها اكتر من معنى. اتعرفنا على الديفينيشن، التعريف بتاع كل معنى من الحاجات دي، وكل معنى بتعريف ومثال منفصل عن المعاني التانية. يا رب تكون الحلقة عجبتنا، وإن شاء الله استنونا في حلقات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.